إلهي من أولى منهم بالوجد وأنت إثمة أمرهم وأمر كل شيء بيدك وأنك على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم أسألك وقاية جيت باش نداوي ولادي وباش نداوي روحي وجيت مشيت لبرشا بالحق مشيت لبرشا معناها الوحيد بفضل ربي وسي كمال المغربي عرفته معناها بالعباد تتحدث واحد لواحد حتى لين وصلت فما ربي الواهكه مش سي كمال المغربي نتصور معناها راني معناها ما نعرفش على روحي فانا بلاصه كمال المغربي دوالي بنتي 7 سنين تخرج لي في الليل في اي وقت الحمد لله يا رب في سيونس الاولى بريسك سيونس الاولى كهو زاده نصلي على النبي اللهم صلي على النبي عليه ولادي كيف زاده وصلت اصلا وصلت باش نخمم معناها ما عادش وصلت للطوب ما عادش فيا بفضل ربي وسي كمال المغربي دواني والحمد لله يا ربي ولطو نمشي ونجي ونحضر الحق وربي يرزيني في عيني كان انا نكذب على حتى انسان في هالبلاصه هذه ولا نقول شهاده غالطه فيهم ولا نغلط. انا واحده من الناس تعبت برشا ومشيت برشا وما خليت وين مشيت واللي نمشي له يبرولني ويدور منا ويهز منا ويجيب منا. عندي خويا صغير وصل جاني في المنام مش يقتلني هو راقد جايب سكينه وجاي مش يقتلني من الشيء اللي كان ما نعرفش الله اعلم مش كل اللي عمل الله اعلم مش كل اللي قاعد من الشيء اللي كنا نحس فيه في الدار ديما تعبين في الدار خواتي ديما يتعاركوا تالي ليس قدام عائله كامله تخدم ما انا مصورين حتى شيء والحمد لله رب العالمين. من نهارتي جيت لعم كمال الحمد لله رب العالمين الحق خويا ولا لاباس شد خدمه خويا الاخر زاد ما شاء الله والحمد لله يا ربي وهذا كليك يرجع لربي سبحانه اللي دلني بجيت للبلاصه هذه وزاد العم كمال اللي الله يرحم والديه اللي وقف معايا وعاوني وربي يفضله ربي يعيش. نعطيك حاجه راهو لا طلب عليا شيء ولا قال لي جيب حاجه ولا قال لي هز حاجه ونعطيك حاجه اخرى عم كمال لا يقول لك هات وجيب يراه يعطيك دواك وتخرج دواك وتخرج زاد راهو لا يحكي معاك لا يقول لك مش يصير لك لا يقول لك اكل حاجه لا يقول لك مستحيل اللي مش نقولوا كله حقيقه. أمي مرض بمرض السرطان الثدي كونسير عملت العملية الأولى وتعذبت فيها وقعدت تمشي وتجي وتعمل في الأشعة لأن الصدر متاعها تسلخ معناها في الصيف ويلصق الحمى في الحوايج. بعد قعدت تمشي وتجي كنترول تعذبت حسيل. المرة الثانية عاود طلع لها المرض قالها راهي أنثى معناها ويلزمك تقص وصحت على روحها. سبحان الله هنا نخدم فما شكون نعتني على سي كمال ومن الأول ما صدقناش جينا بالأحد لهنا دخلت الداخل عمل لها الاستخبار وكل شيء وقرا عليها القرآن روحنا 2 و3 نهارين تشرب في الدواء نهار الأربعاء العملية متاعها الصباح دخلت بيت العملية شاقلها الطبيب وقال لها مدام عون الله راه ما عندك حتى شيء. اللهم صل على سيدنا محمد. لو كان ما ردش عيني وعشت ظروف إلى نجيها لسي كمال المغربي بنت أختي عروس نهاري باتت ليلة في دارها جا ليلة ثانية بط بيها السوسة تحوس روحت قالت له يا عمارة يجروا في جردك في السلاح يا عمارة هيا روحت تعدى بها لدارها دخلت وطلعت في حلتها قلت تعذب يبات الرجال دايرة بها باش ما تحجش
5 شهور وهي تاني. من بعد التالي هزوها للمغاربة للقصريين، هزوها النفزة مختونة هزوها. من بعد التالي قالوا لهم ثم مغربي يداوي بالقرآن، بروا حاولوا معاه. المرة اللي فشلوا قالوا بعد التالي قالوا خلينا نهزوه. كملنا الحمد لله رب العالمين. اقسموا بالله شهادة من الدين، واليوم عمري في 60 ما عندي مناش نخاف. الا بنت اختي تو تحب تروح لراجلها وتموش على دارها، قلنا لها راجلها مازال ما رجعش، خلي يرجع راجلك الاستعمارة، وبعد لبسوك ونصدروك باقي جديد ونروحوا بيك عروسه باقي جديد. اقسموا بالله اقسموا بالله. ورثها القرآن إن شاء الله يتيح في عيني وفي صحتي، ورث ولادي نورت عيني. أنا وصلت ما عادش فيا، معناها تسجيت في دارنا ما عادش فيا على الآخر. كنت نوصل 74 كيلو، وليت نوصل 55 كيلو. حسبي الله ونعم الوكيل. معناها جيت سي كمال وجيني بنهار الجمعة نهار راحته، وداويني ومخفي عليا حتى فرنك، داويني بالقرآن وقرا علي رقية شرعية وعطاني دواء وتوا الحمد لله ولاباس. كنت ما عادش نجم ناكل، الحاجة اللي ناكلها نردها، وديما راقدة لا نقوم لا نتلهي بحد شيء، وعندي 4 شهور في دار أمي، وعندي بنية وليد ماني جيت لسه كمال مصلي على النبي. داويني وجي نهار الجمعة نهار الراحة نتاعها وداويني بلاش فلوس، قلت له سي كاميرا راني ما عنديش وظروفي ما تدز معاك، قال لي ما يسالش عندي حتى مشكل، والحمد لله تو لاباس وروحت لداري وليت الحمد لله يا رب. اللهم صل على سيدنا. نعم داويني بالقرآن وبالرقية الشرعية وعطاني دواء والحمد لله يا رب. هكا هو تو لاباس الحمد لله، روح لداري ونكمل وما عندي حتى شيء، ماني نجي كلش كي هكا معناها حاضرة ونحب نحضر ونحب نتفرج فيا هكا. شو تحس كي تجي في البلاصه هذه بالذات؟ كيفاش تحس؟ نفرح نحب نحضر الحضره ونحب نشوفها هو ونكري هو نفرح. كاو نجي نحضر الحضره ونروح. الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله. ورث القرآن، نحن في القرآن ورث ولادي. أنا جاتني باريود تعبت برشا، ما عادش نجم حتى نرقد، راجلي يهزني للسبيطار يعملوا لي سكانير كل شيء يقولوا له ما عندها حتى شيء، عملت إيرام كل شيء فهمت. سمعت بسي كمال جيتو، أنا نعيش حتى في فيين ونمشي ونجي، كي سمعت بيه جيتو حتى من غادي فهمت، وجيت ومعناها جيت المره الاولى نحس روحي الحمد لله يا ربي. عام قداش عامين وانا نمشي لبسي، عطاني دوايات واكثر ما تصور معناها، وعييت قلت لك نبدا لابس عليا يهزني رجلي زرق على السبيطار ما عادش فيا، يقولوا له ما عندها شيء نروح ما عرفتش شنو فما. ما نكذبش عليك جيتوا اول مره الحمد لله يا ربي، حسي روحي لاباس. انت كنت تعيش في فيين تو معناتها فيين معناتها نورمالمون فما معناتها ناس مشيت للطب مصراويين، مشيت للطب اللي تصور انت وشيء شيء نمشي ونجي، انا عائلتي كل غادي نمشي ونجي، ما نكذبش عليك راجلي تعب فلوس ما عادش معناها ما تصورش قداش معناها في الجمعه نمشي لبسي دو فوا مرة ثانيه. وفي العمليه الثانيه هو قال لي اعز حاجه نحيوا لك القبام وتاع الارحام، اي نحيوا لك. انا ما حبيتش. عملوا لي العمليه الثانيه نفس الشيء، ما نجحتش. عملوا لي العمليه الثالثه نفس الشيء، ما رتهش. قالوا لي سامحنا نلزم نحيوا لك. وكيف وبعد قيتو بالقران دواني وبالماء، عطاني الماء اللي يغلي هذاكيا نشربته وتبارك الله. وعندي مي بالزيت معناتها كيف ندوش نغسل بحالي. وروحت لألمانيا، وعندي أنا بعد جمعة عندي أنا العملية بيحبوا يعملوا هالي. كيف أنا روحت لألمانيا معناتها روحت بالسنين، مشيت ديريكت للطبيب ديريكت، قلت له يعيشك عمل لي تيست. قال لي كيفاش باش نعاود نعملوا لك التيست؟ العمليه نهار الاثنين الجايه وكل شيء من الكل. وحاولت طلبت خطيبي طلبوا هو على خاطر هما دكتور مع دكتور يجموا يتكلموا خير، خذيه بخاطره. عاودوا عملوا لي التيست، ومن بعد 3 ايام الطبيب طلبني وانا بكيت على خاطر كيف نقص تليفون. وصارت في الفاغانهايت
وقتها هو طلبني يقول لي سامحني يا مدام رانا باش نعملوا لك عمليه، الوحده زادت كبرت واحنا مانيش فاهمين كيفاش. طلبني قال لي تجمش تجي قال لي عن فوندا ما نعرفش معناتها فوندا بالعربيه. فوندا معناتها حاجه واو خارقه. قال لي ايجا وانا قلبي يدق في 190. ما فهمتش شنو. قلت اوكي اكهو مشيت فهم. قال لي نحب نعرف شنو كليت شنو عملت شنو الحاجه. قاعد ننظر وقلت له حتى شيء. قال لي انت صحيحه. قال لي نحب نعاود نعمل لك تيست معناتها قعد يشوف لي بالاله وبكل شيء نخمه. قال لي الدم نتاعك صافي معناتها حتى القباب اللي عملوا لك البروبه قواها. حليفتي كانت مريضة بالسرطان، أجرت 3 عمليات جراحية على عنق الرحم، وهذا ملفها الصحي تشاهدونه. هي الآن في صحة جيدة، لم نجري لها عملية أخرى، لا أعرف كيف شفيت ولكني فرح لها.